holding left back, now playing in South Africa. So we wait for the signal for the referee and we will be underway here. With so much at stake, Zimbabwe desperate to continue this rare appearance for them at the finals. They went first in 2004 when Tunisia were hosts, then again the next year or the next. يستنى في شكون؟ يستنى في عبد النور. هذه الكرة الثانية وين التصوير؟ أسلت يستنى جول 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 جول. الله الله يا بابا وسلام عليك يا سليتي. نعيم نعيم نعيم، هذه نعمة أولى. نعيم سليتي، تونس تمسي عليكم وتحييكم من ليبرفيل وفي عز هذا الليل. بركات نعيش الآن أجمل الأوقات. كرة يمينية يا سلام من نعيم تسكن شباك المحاربون وتعطي أسبقية تونسية في هذه اللحظات الكروية. تعظيم سلام لكل التوانسة. المنتخب هذا عنده باع وذراع، بالقلايب يجيبوها. راكم التوانسة وعليكم الكلام. هذه البداية ومازال يلزم ثاني وثالث ورابع لتأمين النتيجة وقتل كل روح في العودة في هذه المباراة لمنتخب زيمبابوي. من ماتس باتجاه ترجي، لكن في الأسابيع الأخيرة رجع العنفوانو، رجع لسولاته وجولاته. وهذا يوسف المساكني، نعيم سليتي المساكني، جول جول جول. جابالو المساكني وفي الشباك حدالو يوسف المساكني، ساكن الشباك يوسف الفتاك. يا سلام يا سلام، النجمة والهلال عال العال بأكبر رجال. 1-2 والكرة في الشباك في زيمبابوي. المحاربون اكلاوهم النسور، ما شمشوهم النسور في هذه اللحظات. كرة جميلة، كرة أنيقة، كرة رائعة. منتخب تونسي يلعب بالغرام. ايش هالدلال، شنو هالجمال، شنو هذا يا نصور. فرحتونا، فرحتوا 11 مليون، ليس فقط من أجل النتيجة والتأهل، لا ومليون لا. لوهب الخزري ما زلنا في انتظار. هذه هي النزعه الهجوميه لحمدي النقاز. نقاز يعطي كره يا سلام، غدار هو الخنيسي، جلاد الجلادين. دا ياسين الخنيسي هداف من هدافين على الطريقه الالمانيه لجارد فيرر، يخطف الكره. يا سلام يا حمدي يا نقاز، كره كافيار من نقاز يعطيها للغدار. هو دا ياسين الخنيسي حطها له للمره الثالثه، جابها له في الشباك. دا تندم كريفا يعاين الاضرار. كره ولا في الاحلام من حمدي النقاز ودا ياسين الخنيسي، هذه قوته. غدار ما يرحمش، يخطف الكره في رمشة عين، وفي رمشة عين عطاه السعاده ل 11 ملايين توانسه. كره مرتده، موشيكوي حاول التمرير، خامابيليات، ناكامبا السرعه في الايقاع. المساكني كذلك بواجبات دفاعيه لم نعرفها عنده. التصويب المستنى ويحاول، والهدف الاول لمنتخب زيمبابوي. هدف اول من منتخب زيمبابوي. لا تعامل علي معلول عبد النور والمساكني مع هذه الكرة لم يكن جاهز. منتخب زيمبابوي مشاهدينا الكرام عن طريق بيسونا يظلل الفارق. هذا هو تدخل علي معلول لم يكن موفق، ثم يوسف المساكني معلول في الفرجة، وميسونا يفاجأ رامي جريدي ويعطي امال جديدة لمنتخب زيمبابوي. 3-1، لا خوف على النسور رغم العقوبة آنية حينية. ديمبلي ما يعطيش ضربة جزاء ويعطي ضربة جزاء.
جزاء. هذه هي سرعة الخنيسي القياسية تجبر نام وانسو على الغلطة، والغلطة بفلقة والرابع جاي يا شباب. ضربة جزاء مشاهدينا الكرام. التونسي لما تجرحوا في كبريائه يتحداك ويجيب العجب العجاب. هذا هو طاهر حسين الخنيسي، والقلب الدفاع هذا يلعب في الدوري التشيكي في سبارتا براغ. عانى من ويلات ياسين الخنيسي. كوستا ناموانيس طبعا امامنا. ضربة جزاء لنسور قرداج، وبالخزري محترف سردارلاند الاختصاصي رقم 1 حاليا في المنتخب التونسي، من اجل اجمل 4-1 في تاريخ المنتخب التونسي مع نهائيات كأس افريقيا للامم. وبالخزري جيب الرابع، جيب يا وهبي، يتقدم وهبي، جول رابع. تعظيم سلام لهذا المنتخب المزيان. وبالخزري في الشباك ورابع اهداف النسور، ومع النسور لا تلف ولا تدور. مرة هذه الرباعية في الشباك الزيمبابوية. 4-1 مشاهدينا الكرام. المنتخب التونسي يفتك اقوى خطوط الهجوم في الدورة ب6 اهداف الى حد الان، 38 هدف. وبيتر اندلوف كذلك اكثر لاعب لعب مباريات في تاريخ منتخب زيمبابوي ب100 مباراة. نذكر مشاهدينا الكرام انه بيتر اندلوف لعب لعديد الانديه الانجليزيه، كوفنتري سيتي، برمنغهام سيتي، وشيفيلد يونايتد. نعيم سليتي، اكيد نتيجة 4-1 في شوط اول تطفئ شعلة المنتخب التونسي نوعا ما على مستوى الرغبة في زيادة عدد اخر من الاهداف. بن عمر ومحاولة تقسيط المجهود. نعيم سليتي، بازيرا يتدخل، كرة لقلب الدفاع، انهام وانتو، بالراحة وائل الخزري في استقبال هذه الكرة مرة أخرى. وائل الخزري، حمدي نقاس، اندورو، مارفيلوس ناكامبا، تصل الكرة، ما يلزمش قبول هدف ثاني. خامة بليات وعبد النور رائع في التدخل. استماتة لاري عزوني او حمزة الاحمر، لازم ياتي واحد منهم في مكان بن عمر ارجوكم حتى لا تتعكر امور الورقات. كرة مرتدة للسيم بن يوسف يحافظ على كورته، ما زال سيام يقاتل من اجل كورته. التدخل قوي من هذا اللاعب اللي عنده ورقة صفراء كذلك. وائل الخزري بكرة لكن صعبة على نعيم سليتي، إصابة لطه ياسين الخنيسي، نتمنى سلامات. يا مانسو، هذا هو قلب دفاع سبارتا براغ تشيكي، عنده ورقة صفراء، متسبب في ضربة جزاء. والحكم الايفواني دينيس ديمبلي لم يقرر اي عقوبة ادارية. تفرجوا يا سادة، انذار ثاني يعجل برحيل هذا الاسمراني على طول لحجرات الملابس. دينيس ديمبلي يطلب من الخنيسي الخروج والاسعاف خارج الميدان. نذكر بالنتيجة مشاهدينا الكرام لكل من يلتحق بنا. 4-1 المنتخب التونسي
هدف اول لنعيم سليتي في دقيقه 9. يوسف المساكني في دقيقه 22. تا ياسين الخنيسي في دقيقه 36. ووهبي الخزري في دقيقه 45 بضربه جزاء. هدف الزيمبابوي الوحيد سجل به ميسونا، لكن المنتخب التونسي مازال مسيطر بدون تسجيل اهداف اخرى خامه. بيليات سرعه لميسونا، والهدف الثاني. المحاربون منتخب زيمبابوي، الدفاع التونسي كما العاده هنالك مخاوف، هنالك ظنون. اندورو الوافد الجديد في الشوط الثاني. شوف الكرة من 50 متر جاء بها منتخب الزيمبابوي. وين الدفاع التونسي؟ عبد النور وعلي معلول تجاوزتهم سرعة اندورو. خامة بيليات بكرة ممتازة يعدي اندورو، واندورو يفاجئ رامي جريدي ويعطي ثاني اهداف منتخب الزيمبابوي. نشكو الدفاع، نشكو منتخب الزيمبابوي اللي يعرف انتعاشه في هذا الشوط الثاني. يقودها خامة بيليات بقميص رقم 20. بازيرا يحاول الهروب على اليسار مع حمدي نكاز، مخالفة لمدافع سوبر سبور يونايتد الجنوب افريقي. دارت الكرة شوية الان على المنتخب. حذاري حذاري حذاري. الكرة ثابتة. موشيكوي امامنا، اخطر اللاعبين خامة بيليات اللي وزع ورامي جريد يقتنص الكرة. يعود تا ياسين الخنيسي ليوسف المساكني. نعيم سليتي مساكني. التداول بين اللاعبين الرائع هذه المنظومه. وين يوسف وترى ياسين جول. لا اي على مرتين يا فرجاني لليمين. حمدي نقاز النقاز المساكني الجبهه اليمنى. يوسف يعدي، يوسف يماد لحمدي نقاز، لكن صعيبه برشا. صعب الامور. يوسف المساكني كان بالامكان التوزيع. تغييرات قوم بها منتخب الزيمبابوي. خروج لقلب الدفاع. سنتابع. لا ليس قلب الدفاع اللي باش يخرج. ننتظر ربع ساعة قبل نهاية المباراة. خلينا نزيدوهم الخامس ربما. براكاكا بن عمر. نعيم سليتي يهرب على يمين الدفاع الزيمبابوي. طه ياسين يتمركز. التمهيد الرائع وعلي معلول يوسع. يوسف المساكني رائع في التصويب بالراس. والحارس ترجع لسفيريكوي. عبد النور. كرة لموشيكوي يحاول التمهيد. حمزة الأحمر في التأمين مع أمين بن عمر. ثنائي أنجم هذه الساعة لنعيم سليتي. الروعة منه في تثبيت وسط ميدان كاتساندي. وهذه كرة يا تسلل على حمزة الأحمر. الراية على حمزة الأحمر. نعم هنالك لمسة يد خارج منطقة الجزاء للحارس تاتندا مكوريفا في بداية اللقطة. سامر خليفة ايضا مشاهدينا الكرام في مكان ليوسف المساكني في ثالث مواعيد المنتخب التونسي. مهاجم النادي الافريقي ياتي الان سامر خليفة لاخذ مكان يوسف المساكني. سامر اللي مر